وافق الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس على زيادة عدد المعديات والمراتب في بور فؤاد، كما وافق على عدد من القرارات في اجتماعه بنواب حزب الحرية والعدالة في البرلمان أمس، في حين رفض طلب الحزب بتعديل المسمى الوظيفي لبعض المثبتين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء فترة عملهم بدرجة فنيين بالهيئة. من جانبه نفى دكتور أكرم الشاعر ما تردد عن استقالته من حزب الحرية والعدالة في المحافظة أو من جماعة الإخوان المسلمون، كما نفى حدوث مشادة كلامية بين ابنته والمرشد العام للجماعة، وهو ما كانت تداولته بعض وسائل الإعلام. انضم إلي الزميل الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. أحمد، القرارات التي وافق عليها رئيس هيئة قناة السويس بالمحافظة والتي تخص بعض الجماهير والتي تقدم بها حزب الحرية والعدالة. نعم، نفى محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة في بورسعيد في بيان رسمي أصدره الحزب صباح اليوم ما تردد عن انسحاب الدكتور أكرم الشاعر من الحزب وجماعة الإخوان المسلمين، وقال أن الدكتور أكرم الشاعر عضو الهيئة العليا للحزب وأحد قيادات الجماعة، وقد أعلن شخصيا حول ما تردد أنه يعتز وكامل أسرته بانتمائه للحزب والجماعة، مؤكدا أنه لم يحدث إطلاقا اعتذار عن الانتماء للحزب أو الجماعة، موضحا أن الحرية والعدالة هو أول من يعلم بالخبر إذا كان صحيحا. وأشار محمد زكريا إلى أن بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت نشرت أخبار تؤكد انسحاب الشاعر من ميدان التحرير رغم وجوده في بورسعيد في ذلك الوقت، مؤكدا أن ما نشر عار تماما من الصحة على حد وصفه، وأوضح أن ما حدث يأتي في محاولة لشق الصف بالحزب والجماعة، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، وقال أنها محاولة فاشلة وأن ذلك لن ينجح على الإطلاق. ومن جانبه أعلن الدكتور أكرم الشاعر في تصريحات خاصة لنا عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن ما جاء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في الموقع الخاص بكلنا الطبيب البطل مصعب أكرم الشاعر على لسان نجلته الدكتورة محاسن أكرم الشاعر بانسحابها من جماعة الإخوان المسلمين ليس له أثر من الصحة، كما نفى الشاعر النائب عن بورسعيد ما ذكره الموقع الإلكتروني عن حدوث مشادة كلامية بين نجلته وبين مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع لرفضه استقبال شقيقها بعد قيام الدكتور أكرم الشاعر بإثارة قضية شهداء ومصاب الثورة بمجلس الشعب، مؤكدا أنه وأسرته جميعا انضموا لجماعة الإخوان المسلمين منذ زمن بعيد عن قناعة تامة بمبادئها ومن. طيب، كنت سألتك أحمد الجمال، ولكن يبدو أنك لم تسمع سؤالي في البداية عن موافقة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس على زيادة عدد المعديات والمراتب، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي اتخذها في اجتماعه مع أعضاء حزب الحرية والعدالة عندكم في بورسعيد. نعم، هذا هو الخبر الثاني، فقد رفض بالفعل الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس طلبا لحزب الحرية والعدالة في الاجتماع. هذا ما كان في مقدمة الاجتماع. الطلب الذي رفضه كان يقضي بتعديل المسمى الوظيفي لبعض المثبتين الذين حصلوا على مؤهلات عليا من الموظفين داخل هيئة قناة السويس أثناء فترة عملهم بدرجة فنيين بالهيئة، ولكنه وافق في نفس الوقت على زيادة عدد معديات بور فؤاد وزيادة عدد المراتب لها، كما وافق الفريق أحمد فاضل أيضا على تعيين بعض شباب بورسعيد واسماعيلية والسويس من مدن قناة 3 في هيئة قناة السويس، وأيضا وافق على زيادة عدد الوحدات السكنية لمدينة بور فؤاد، وأكد أنه سيساهم في بعض المشروعات هناك ومثل النوادي والهيئات والشركات والمؤسسات بغرب بورسعيد في القرب من منطقة خندق وحيدة المنزلة، مما سيساعد على زيادة الحركة السياحية والتجارية في بورسعيد والمساهمة في حل مشكلة البطالة واستغلالها. طيب، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من بورسعيد، لأنه يعني ورد إلينا للتو هذا الخبر العاجل. تم القبض على الحنبولي المتهم بالقيام في بأعمال بلطجة في منطقة الكرنك. ينضم إليها لمزيد من